السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش الإعدادية، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده الجدول يا شباب اللي هنلتزم بيه بإذن الله. الجدول ده يوم هنحل فيه محافظات، يوم هنراجع فيه جزء من المنهج بإذن الله. كل أسبوع هتلاقيني منزل لك تفاصيل المراجعات أو الدروس اللي هننزلها خلال الأسبوع إن شاء الله، زي ما أنت شايف في الجدول كده. بداية كل أسبوع هتلاقينا حاطط لك في أول فيديو جدول إيه اللي هنراجعه من الدروس اللي موجودة عندنا بإذن الله. قبل أي حاجة نسمي الله. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل يا شباب الامتحان اللي جه السنة اللي فاتت لمحافظة القاهرة في الهندسة بإذن الله. أول سؤال كان تراكمي، بيقول مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة يساوي. بيجي لك يا باشمهندس في الاختبار من سؤالين ل3 تراكمي، يعني على اللي درسته السنين اللي فاتت. هنا يا أستاذ مجموع زوايا المثلث بتساوي 180. افرض يا أستاذ جالي حاجة أصعب من كده، هتصرف إزاي؟ هعمل لك حلقة يا باشمهندس قبل الامتحان كده بأسبوع، ألم لك كل التراكميات المهمة اللي هتلاقيها في الامتحان إن شاء الله. تمام كده؟ خلاص؟ تمام. في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم الزاوية في باء. ماشي، مثلث قائم معاه ده ب3 وده ب4، هنجيب ده من عمه فيثاغورس. طب عمه فيثاغورس بيقول لك اجمع التربيعات ولا اطرحها؟ لما اكون عايز الوتر الكبير بجمع التربيعات، يعني 4 في 4 زائد 3 في 3 يبقى 25. خد لهم الجذر يبقى هنا ب5 يا أستاذ، يبقى الضلع ده ب5. الراجل عاوز ظا ج، كنا بنقف عند الجيم. انت عارف ان الظا كان في حد بيسأل، الظا عبارة عن جا على جتا نفس الزاوية. الناس اللي كان في حد بيسأل يا شباب، بعت لي سؤال بيقول هو جا جيم على جتا جيم ده بيديني ايه؟ ده بيديني ظا جيم. قال لا يا أستاذ، في حاجتين في المنهج كده جننوني، ده الطالب اللي مذاكر فحت. يا أستاذ ايه الفرق ما بين جا 30 على جتا 30 وجا 30 على جتا 60؟ ايه الفرق ما بينهم؟ طيب لو الزوايا ما بتتحسبش اصلا، يعني جا 10 على جتا 10 وجا 10 على جتا 80، ايه الفرق ما بين المسألتين دول؟ ممكن توضيح؟ لو جا مقسوم على جتا ونفس الزاوية، الاتنين نفس الزاوية، يبقى دي ظا. لو الجا مقسوم على جتا بس جيت تجمع الزاوية لقيتها ب90، تجمع الزاوية لقيتها ب90 يبقى الناتج هنا ب1. ايه ده يا أستاذ؟ مش فاهم. لما تلاقي جا مقسوم على جتا، الجا ليها زاوية والجتا ليها نفس الزاوية بتاع الجا، على طول دي ظا. لو الجا مقسوم على الجتا وبصيت لقيت ان مجموعهم 90 يبقى الناتج ب1. ليه؟ لان الجا قد الجتا لما يكون الزاويتين ب90. افتكر المعلومة دي، جا قد جتا لما يكون مجموع الزاويتين 90. تمام؟ تمام يا أستاذ. طب افرض يا أستاذ ما كانش مجموعهم 90، لا ملناش دعوة بيها بقى، احنا بنتكلم عن الحالتين دول بس. طيب ماشي، في حالة ان هما مش ب90 هتجيب قيمة كل واحدة. ماشي يا أستاذ. فالراجل بيسألني هنا في مسألتي، بيقول لي هو الظا ج بكام؟ قلت له بص بقى يا هندسة، روح على المثلث طلع الظا مقابل على مجاور 4 على 3. السؤال اللي بعده تراكمي يا أستاذ، بيقول مجموع قياسي الزاويتين المتتمتين. قلت له الزاويتين المتتمتين ب90. افتكر كان في زاويتين متتمتين وزاويتين متكاملتين. الزاويتين المتتمتين دول كانوا زاويتين يا شباب، ودي واحدة تانية يا هندسة. دول زاويتين يا باشمهندس لو خدتهم حطيتهم جنب بعض كده يعملوا لك زاوية قايمة. شوف دي كانت زاوية وزاوية. امتى يكونوا متتمتين؟ لو حطيتهم جنب بعض، يعني لو جمعتهم مع بعض وادوني 90 دول متتمتين. يعني لو واحدة منهم 50 يبقى التانية 40، لو واحدة 60 يبقى التانية 30، لو واحدة 90 يبقى التانية 0 يا أستاذ، وهكذا. يبقى الزاويتين المتتمتين دول زاويتين مجموعهم 90 والمتكاملتين مجموعهم 180. معادلة محور السينات. بص يا أستاذ،
أدا محور س، المعادلة بتاعته هي محور ص، يعني ص تساوي صفر. المستقيمان اللذان ميلاهما سالب 3 على 5 و5 على 3. قلت له بص يا أبو حميد، هل سالب 3 على 5 قد 5 على 3؟ هل هم زي بعض؟ لا، يبقى ده مش توازي. روح جرب التعامل. بجربه ازاي؟ بتضربهم في بعض. 5 راحت مع 5، 3 راحت مع 3، اتبقى سالب يا أستاذ، سالب صفر؟ يا لا، لما تختصر كله مع بعضه بتحط 1، يبقى سالب 1، ولما تضربهم يدي لك سالب 1. ده شرط التعامل. في ناس كانت بتعرفها بطريق تاني، يقولوا بص يا أبو حميد، أنا معايا ميل أقلبه وأغير إشارته، كان سالب 3 على 5 يبقى 5 على 3، وغير الإشارة خلاها موجب. ماشي، ده شرط التعامل. طب يا أستاذ المسألة دي سؤال تراكمي برضه؟ أيوه. ده بيقول لك أنا عايز زاوية أ ب د. فين أ ب د؟ أهي. الزاوية دي يا أستاذ خارجة عن المثلث، وقلنا يا شباب إن الزاوية الخارجة عن المثلث بتساوي مجموع زاويتين داخليتين ما عدا المجاورة لها. وكان في ناس بتحلها بطريق تاني، يقول يا أستاذ دي ب50 دي ب70 من المثلث، يعني 180، هشيل منهم ال120 اللي هم دول يطلع ب60، واللي بره هتبقى بقية الخط ده ب60 يبقى دي ب120. لا، الطريق الأسهل خالص إنك تقول إن الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاورة لها، تطلع بتساوي 120 يا أستاذ. تمام. بدأ بعد كده يا باشمهندس الأسئلة المقالية. أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 3، الميل ب3، ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات 5 وحدات، يعني ج بتساوي 5. المعادلة كانت إيه؟ ص بتساوي الميل في س زائد ج. هل كل حاجة جاهزة ولا أنت هتشتغل لسه؟ كل حاجة جاهزة يا أستاذ، مسألة مباشرة. ص بيساوي الميل 3 س زائد 5، بس كده. إذا كان س بتساوي ج تربيع 30 ج تربيع 30، فأوجد قياس زاوية س. بصوا يا شباب، دلوقتي خلينا متفقين إن في ناس بتعملها على الآلة الحاسبة، يعني بيجيبوا المسألة دي يحسبوها على الآلة الحاسبة. طيب ما تستخدم الآلة الحاسبة بذكاء. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أنت ممكن تستخدم الآلة الحاسبة وتاخد 0، وممكن تستخدمها وتاخد الفور مارك كلها، الدرجة كلها. إزاي يا أستاذ؟ بسيطة. أنت لما تيجي تكتبها انقل السؤال عادي خالص، هات قيمة ج 30، اكتبها على الآلة الحاسبة ساين 30 نص وحط قوس أس 2، وهنا جذر 3 على الاتنين وحط قوس أس 2 كوزين 30. الخطوة دي هي دي اللي هم عاوزينها، دي الخطوة اللي هم عاوزينها. بعد كده تحسب دي على الآلة الحاسبة نص أس 2 لوحدها، وهنا جذر 3 على 2 أس 2. بعد كده هتاخد الأربعة وهنا 4 أو تجمعهم على الآلة الحاسبة. الخطوتين دول very very important، مهمين جدا جدا جدا، لازم يتعملوا عشان تاخد الفول مارك، لازم. وفي ناس بقى كانوا حافظينها ازاي؟ في ناس حافظينها بطريقين. الطريق الأول وده الأسهل من وجهة نظري، اللي حافظ زي ما هو حافظ يا شباب، كنا بنكتب يا أستاذ جتا ظا، وهنا 30 45 60، نقسم كل خانة على الاتنين كده في الجو الجتا بس، ونعد 1 2 3، ما نرجعش فاضيين، 1 2 3، ونجيب الجذر للبسط. طب الواحد ما خدتلوش جذر ليه؟ عشان جذر الواحد 1 بس، خلاص. لو انت عاوز جا 30 بنص اهي، جتا 30 بجذر 3 على 2. طب ازاي يا أستاذ؟ بنقسم البسط على البسط، 1 على جذر 3، جذر 2 على جذر 2، جذر 3 على الواحد بجذر 3، لأن الظا كانت جا على جتا. ده كان طريق اللي انت عايز تمشي بيه، تمام. في طريق تاني، في واحد كان حافظهم كده يا أستاذ، وواحد كان يقول لا أنا بعمل مثلث يا أستاذ، لو دي 30 ودي 60 ودي 90 خلاص، بقوم جايب دي 1 دي ب2 دي بجذر 3،
والمثلث 45 1 1 جذر 2، وكنت اطلع الجا والجتا والظا من هنا يا استاذ. صح برضه، اللي انت فاهم بيه حل بيه، بس اللي انا عايزك تكتبه نص أس 2 زائد جذر 3 على الاتنين أس 2 بربع زائد 3/4. أهم خطوات بعد كده حسبتهم على الآلة الحاسبة وطلعت واحد، مفيش مشاكل. الراجل بيسألك بقى هو ظا كام اللي بواحد؟ ظا 45 درجة يا أستاذ. برافو عليك. إذا كان المستقيم ص بيساوي م س زائد ج يوازي المستقيم المار بالنقطتين دول، أوجد قيمة م. إيه ده؟ هو يعني إيه يا شباب لفظ يوازي؟ يوازي يا أستاذ يعني الميل نفسه الميل. يبقى بما إن المستقيم الأول يوازي المستقيم الثاني، إذن الميل الأول بيساوي الميل الثاني. طب في حالة المعادلة الميل بيساوي إيه؟ اتفقنا إن في 2 يا أستاذ من المعادلات، صاد لوحدها وسين لوحدها في جنب، ولا الصاد مع السين؟ لو السين في جنب والصاد في جنب الميل هو معامل س بس على معامل صاد، إنما لو مع بعض يبقى سالب معامل س على معامل صاد. هنا دي في جهة ودي في جهة، يبقى الميل هنا بميم يا أستاذ. طب الميل التاني ده دي نقط، كنا بنقول فرق الصادات على اطرح السينات من بعض، يبقى الناتج 3 على 4 يا أستاذ. دي كده قيمة الميم بكام؟ يا رب تكون واضحة معك. اثبت أن النقطتان دول تمر بهم دائرة مركزها ميم. تعال نستذكر مع بعض. كان يا باشمهندسين في درس البعد ما بين نقطتين كان في أفكار تثبت نوع المثلث، تثبت ان الشكل رباعي، تثبت ان النقط على الدائرة. هو جايب لي فكرة اثبت ان النقط على الدائرة. كنت بثبتها ازاي؟ بقوم جاي من السنتر من المركز هنا اللي هو كان ب2 و3، وكان معايا نقطتين تانيين، واحدة سالب 1 و3 وواحدة 2 مع 6 يا أستاذ. وكنت أجيب البعد اللي ما بينهم، البعد اللي هو ده اهو، ده كان اسمه نق وده اسمه نق. لو ده طلع قد ده يبقى هما بينتموا للدائرة. يبقى أنا يا أستاذ هقول له إن دي ميم ودي ألف ودي باء. بما إن الميم ألف بيساوي البعد ما بين نقطتين، كان القانون الجذر التربيعي اطرح السينات أس 2 زائد اطرح الصادات أس 2. 0 زائد 3/4 ب9، 0 زائد 9 ب3 وحدة طول. كنا نجيب لك الميم بقى يا أستاذ، اطرح السينات من بعضها أس 2 زائد 3 ناقص 3 أس 2، يبقى جذر 3/4 ب9، جذر 9 3 وحدة طول. هل الأبعاد قد بعضها؟ أيوة يا أستاذ، بما إن ميم ألف تساوي ميم باء، إذن ألف وباء تنتمي للدائرة. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. س صاد عين مثلث قائم الزاوية في صاد. ماشي، تعال نرسم مثلث قائم. أنت يا عم المثلث القائم أهو، لقيته بيقول إن هو قائم في صاد. أول حاجة بحطها الصاد، وهنا السين وهنا العين. قال إن السين صاد طوله ب9، ماشي، وإن السين عين طوله ب15، تمام. نجيب ده منين؟ من عمه في صغاص، هيطلع بكام؟ ب12. يبقى العين صاد تربيع بتساوي 15 أس 2 ناقص 9 أس 2 بتساوي 144. يبقى العين صاد بتساوي 12. أخدنا الجذر يعني. ماشي يا أستاذ. الراجل عاوز طول الصاد عين، الصاد عين جبنا ب12. عاوز قيمة جا س. قلت له يا أستاذ الجا وقفت عند السين مقابل عواتر 12 على 15. في ظا عين وقفت عند العين، الظا مقابل على مجاور ناقص جا عين وقفت عند العين، الجا مقابل على وتر. لما جيت بسطت دول مع بعض راحوا 9 على 15 ناقص 9 على 15، دي بتساوي 0 يا أستاذ. حاجة ناقص نفسها. طب السؤال اللي بعده، مثل النقاط أ وب وج.
ألف وب وه ودال في مستوى إحداثي متعامد، ثم اثبت أن ألف ه ينصف ب دال. قلت له بص يا أستاذ، مش معنى إن رسمت يعني المسألة اتحلت، لا. تعال نرسم الأول رقم الشبكة، أول نقطة 4 و2، 4 مع ال2. تاني نقطة 0 و2. تالت نقطة 0 مع 4. اللي بعدها 4 مع 4، 4 مع 4. النقاط دي يا شباب كان اسمها ألف اللي هو ب4 و2، ب اللي هي ب0 و2، ه اللي هي ب0 و4، د اللي هي ب4 و4. بيقول اثبت ان الألف لله ألف ه ينصف ب د. قلت له يا أستاذ أجيب لك إحداث المنتصف لكل واحدة. منتصف د ب بيساوي مجموع السينات على 2 والصادات على 2، الدال والب 4 على 2 و6 على 2. عملت إيه؟ جمعت السين مع السين على 2 والصاد مع الصاد على 2. طلعت بتساوي 2 و3 يا أستاذ. لو طلع منتصف الألف ه زيها يبقى هما بينصفوا بعض. منتصف ألف ب مجموع السينات على 2 4 ألف ه، 4 زائد 0 4 على 2، 2 و4 6 على 2 يا أستاذ. طلعوا بينصفوا بعض. إذن ألف ه ينصف ب د. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 و4 ويصنع زاوية قياسها 45. قلت له يا أستاذ كان المعادلة ص بتساوي الميل س زائد ج. اداني الزاوية 45. طب ما أنا أقدر أجيب الميل. إذا 45 بواحد يبقى المعادلة ص بتساوي 1 س زائد ج. طب إيه فايدة النقطة؟ مش النقطة دي عبارة عن س وصاد؟ أيوة، يبقى السينات ب3 والصادات ب4، الصاد ب4 والسين ب3. يبقى الجيم طلعت بكام؟ ب1 يا أستاذ. يبقى معنى كده المعادلة ص بتساوي الميل س زائد ج. الواحد ده المفروض ما تكتبوش يا أستاذ بقى. ماشي يا حبيبي. without using calculator بدون استخدام الحاسبة بروف زهد. عاوز يا باشمهندس نشوف دول. قلت له بسيطة خالص يا أستاذ. ادي الزاوية 30 45 60 وهنا جا وهنا جتا. نقسم على الاتنين 1 2 3 مرجعش فاضي واقوم جايب الجذر للبسط بس يا أستاذ. ماشي يا هندسة. عايز اطلع الظا. هات الظا ببساطة اقسم البسط على البسط. يلا جذر 2 على جذر 2 فيها الواحد، جذر 3 على جذر 1 بجذر 3 يا أستاذ. روح حط القيمة. ظا تربيع 60 بتقوم رايح على الظا 60 بجذر 3 اهي، وتقوم حاطط الأس 2. جاء 30 جاء قصاد ال 30 بنص اهو. جتا 60 جتا 60 بتروح يا باشمهندس على ال 60 في الجتا بنص يا أستاذ. فلما جينا نصفيهم نص ناقص نص راحت، أس 2 شال الجذر بقى الطرف الأيمن ب3. طب ما تيجي نجيب الطرف الأيسر يلا. 3 في ظا 45 بواحد طلع ب3. إذن الطرف الأيمن يساوي الأيسر، وهذا المطلوب إثباته. بس كده يا باشمهندس. زي ما انت شفت كده امتحان تافه تافه تافه. اللي طول بس وقت الحل ان احنا بنفكر الناس باللي فات. يا ريت الناس تهتم، يا ريت الناس تهتم بالجدول. هنمشي على الجدول يا شباب. يا ريت يا ريت تخلي زمايلك يستنفعوا بالقناة، او لو حاسس انها بتقدم حاجة مفيدة عرفهم بالقناة، خليهم يستفادوا زيك تماما، والدال على الخير كفاعله. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. السلام عليكم.